السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مودي جلال من قناة فيش ستوري. ساعات بيجي لك وقت كده وعايز تجيب سمكة جديدة يعني، أو جبت حوض ونفسك تجيب سمك فيه بقى، عديت مرحلة الدورة البيولوجية خلاص بقى والدورة كملت ونفسك بقى تجيب يعني تخش في مرحلة السمك من الآخر. طيب هتنزل تجيب السمك ازاي؟ هتجيبه شكله عامل ازاي؟ هتجيبه مواصفاته ايه؟ هتجيبه ألوانه عاملة ازاي؟ ايه اللي يخليك تقول انا جبت سمكة صحتها حلوة صحتها كويسة؟ يعني على حسب ايه؟ المواصفات دي هتنقيها ازاي؟ حلقة النهاردة هنتكلم فيها مع بعض شوية ونقول شوية نصايح كده علشان خاطر تعرف تجيب سمكة صحتها كويسة وانها جميلة تستمتع بيها من غير ما يكون فيها اي مرض. يلا بينا نبتدي حلقة النهاردة. السلام عليكم. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن شوية نصايح، يعني هنعملها لك في شوية نصايح علشان خاطر ايه؟ اوصلها لك بشكل بسيط وسريع. نصيحة رقم واحد: التاجر سمعة. التاجر اللي معروف عنه ان هو امين وكويس ونضيف وحاجته كويسه ده تخليك معاه. التاجر اللي ما عندوش ضمير بلاش منه مهما كان اللي عنده، حتى لو انت نفسك في حاجه هي عنده برضه بلاش. ما تخدعكش المظاهر، احنا بني ادمين ومحدش فينا شبه التاني. نصيحه رقم اتنين: اوعى تخش للتاجر او لصاحب المحل تقول له نقي لي سمكه. اوعى، بصرف النظر بقى هو كويس هو مش كويس مش مشكلتي، انا اللي انقي سمكتي بنفسي بناء على المواصفات اللي انا حاططها في دماغي. نصيحة رقم 3: لما تيجي تخش على الحوض ما تبصش على الحوض خالص، ما تبصش على السمكة خالص، ركز في المية. المية تبقى صافية مش معكرة. نصيحة رقم 4: ما تبقاش المية مليانة فضلات والسمك عايم في الفضلات وعايش فيها وتنقي منها سمك. نصيحة رقم 5: لون المية ما يبقاش اصفر، ما تبقاش ريحته نفاذة او ريحته ريحة الزفارة لان دي نسبة امونيا عالية. نصيحة رقم 6: ما تنقيش سمكة من الحوض في سمك كتير تحت ميت. السمك الميت بيتحلل وبيطلع على هيئة امونيا، كل ده مرض في الحوض. انت مش عايز سمكة فيها مرض تيجي تعالجها، لا انت عايز سمكة تستمتع بيها وتحافظ عليها وعلى حياتها. نصيحة رقم 7: سيبك من السمكة اللي عايمة على وش المية عمالة تاخد اكسجين من الهوا دي. حتى لو كان الحوض مثلا فيه اكسجين كتير ولقيت السمك بيعوم تحت كتير، فتيجي بعد كده وتلاقي سمكة عايمة فوق في السطح وعمالة برضو تاخد من الهوا من فوق، دي مش طبيعية. نصيحة رقم 8: سيبك من السمكة اللي راقدة في قعر الحوض وما بتعومش وما بتتحركش وعايشة بالعافية، دي تعبانة وفي طريقها للموت. نصيحة رقم 9: السمك ما بيعومش لفوق وما بيعومش لتحت، السمك بيعوم بالعرض. زائد حركة السمك في السباحة، السمك بيعوم بانسيابية ما بيعومش في خط مستقيم. بالنسبة لي وفي رأيي الشخصي، لو انت قعدت ركزت مع سمكة واحدة من السمك بتاعك وشفته بيعوم ازاي وراقبت الزعانف الجانبية والزعانف الظهرية والديل وحركة الراس وتغيير دفة الديل من اليمين للشمال بالظبط، هتلاقي السمكة مش بتعوم، السمكة بترقص. انا بشوفها كده، بحس فعلا ان السمكة بترقص مش بتعوم، زي بالظبط راقصة الباليه. حركات راقصة الباليه هتلاقيها بالظبط شبه حركات السمكة. سبحان الله.